السلام عليكم. سؤال بسأله لنفسي كل يوم، هو أنا عايز أكون إيه بالظبط؟ عايز أبقى دكتور ولا مهندس ولا عامل نظافة ولا حداد ولا طيار، ولا مش عايز أكون أي حاجة؟ عايز أعيش أي عيشة وأشتغل أي شغلانة والسلام، وأكون زي كتير قوي عايشين من غير ما يعرفوا بجد هم عايشين ليه؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ كل حاجة في حياتنا بتفرض علينا وبتجبرنا نمشي خطوات روتينية جدا، كل اللي قبلنا جربها ومشيها بحذافيرها. بتدخل ابتدائي وبعدين اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين المجموع يتحكم في مستقبلي انا هكون ايه قدام. مجرد مجموع يتحكم في حياتي كلها، يعني لو تعبان شوية يوم الامتحان وما ركزتش وانا بجاوب فخلاص كده شكرا. وطبعا بعد الكلية بضطر يشتغل في مجال ما بحبوش، يشتغل شغلانة ما بحبهاش، وهكذا بقى، والحياة تمشي وتعيد نفسها مع الولاد والأحفاد. بس لا، كفاية كده. لغاية امتى هنفضل بندور في حلقات مقفولة؟ لا، في الحقيقة احنا لازم نقف وقفة كبيرة مع نفسنا. انا عايش ليه؟ عشان اتعلم واشتغل واتجوز واخلف وبس كده؟ طب انا قدمت ايه حقيقي لنفسي او لغيري؟ هل انا اتعلمت بجد؟ طب لو انا اتعلمت استفدت ايه من اللي انا اتعلمته؟ عملت ايه لنفسي ولديني وللمجتمع بالتعليم ده؟ او عموما في رحلتي في الحياه، هل انا قصرت في حد او غيرت حاجه في المجتمع؟ قدمت ايه باللي اخدته؟ طب انا نفسي اكون ايه قدام؟ او حتى ايه وحش في حياتي بعمله ونفسي اتغير فيه واكون احسن؟ أسئلة كتير ما بنسألهاش، وفي ناس بتسألها بس بتعيش وتموت من غير ما تحاول تلاقي إجابة حقيقية لنفسها، فبتستسلم وتعيش زي اللي قبلهم ما عاشوا. وعشان نكون واضحين مع بعض، محدش يقدر يجاوب على الإجابات دي غيرك انت اللي لازم تدور عليها وتكتشفها بنفسك. دور جوه نفسك ايه الميزات اللي بتميزك عن غيرك، يعني دور على إجابة سؤال أنا مين؟ وإيه الفرق ما بيني وما بين اللي حواليا؟ إيه المواهب والهوايات اللي جواك اللي عمرك ما جربت إنك تقرب لها؟ طبعا دلوقتي حد هيقول لي أنا ولا عندي مواهب ولا هوايات، أنا إنسان عادي جدا. هقول لك لا، يبقى انت لسه ما دورتش صح، لسه ما بصيتش جواك بجد، او يمكن انت مش عايز بجد تبص وتكتشف ايه اللي جواك. كل انسان ربنا خلق له ميزه عن غيره بيميزه بيها، ويمكن ميزات كتير مش ميزه واحده. في ناس بيكونوا مركزين مع نفسهم فبيشتغلوا على الميزات دي وبيطوروها، وناس تانية بتقرر انها تستسلم من قبل ما تبدا اصلا. وعشان تكتشف نفسك في الاساس لازم تبتدي تفكر انت بتحب ايه وبتكره ايه، كان نفسك تكون ايه الحاجات اللي كنت فعلا بتتمنى تعملها وما قدرتش تعملها قبل كده. جرب حاجات جديدة خايف تعملها، وده ليه؟ لأن اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. صدقني أكتر حاجة بنخاف إننا نفشل فيها هي يمكن الحاجة اللي ممكن تنجح وتغير حياتنا. ما تخافش من الفشل، لكن خاف انك ما تجربش من الاصل، انك لما تجرب ممكن تفشل، بس هتتعلم وهتبقى جربت وخدت خبرة ومش هتقع فيها تاني. لكن انك ما تجربش خالص ده يخليك واقف محلك سر، والسنين بتمر وانت لسه زي ما انت. الكل بيتغير حواليك وبيكون احسن، لكن انت لسه واقف مكانك. استغل وقتك صح، كل ما تضييع الوقت بيقل وبيتحول لحاجة مفيدة كل ما ده معناه انك بتتقدم خطوة لقدام. بدل ما تمسك التليفون للعب، امسكه وحمل عليه كورس الحاجة كان نفسك تتعلمها او تعرف عنها معلومات، حتى لو كانت الحاجة دي بعيدة تماما عن مجال شغلك. بدل ما تتفرج على التلفزيون على حاجة كئيبة تضايقك وتقفلك من الدنيا، العب رياضة كان نفسك تلعبها من زمان. اخرج في مكان ما شفتوش قبل كده، اعرف ناس جديدة تشجعك وتقف جنبك، مش ناس طول الوقت يقولوا لك ايه يعني ما تعيش زي اللي قبلك معاشه، ما كلنا كده. والاهم بقى ان كل حاجة اتعلمتها او بتتعلمها في رحلة اكتشافك لنفسك حاول تساعد بيها دينك ومجتمعك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، يعني لازم تفيد وتساعد على التغيير. بعد وقت هتحس إنك ما كنتش تعرف عن نفسك حاجة، وإنك كل شوية بتكتشف في نفسك حاجة جديدة، وبعد وقت أكتر هيكون عندك حلم وعايز تحققه. كمان راقب نفسك واعرف ايه المهارات اللي محتاجة تتطور عندك عشان توصل لحلمك ده. لو عندك صفات كل اللي حواليك اشتكوا منها يبقى اشتغل عليها عشان تكون احسن. دور جوه نفسك بجد، ما تخافش انك تطلع مختلف، ما تخافش انك تجرب او تطور من نفسك، عشان دي هتكون احسن حاجة عملتها في حياتك. رحلتك طويلة فابدأها من دلوقتي، استغل وقتك وعيشه صح، واعرف دورك في الحياة ايه عشان تعرف تقوم بيه على اكمل وجه. السلام عليكم.